ويمكن نتلاقى انا وياك الا بقيتي ان شاء الله بالحياه من دابا واحد 4 سنين ولا 5، وغادي تشوف القراءه اللي غادي تكون ديك الوقت على الحصيله الحكوميه، وديك الوقت نذكروا. ولذلك انا واحد الحاجه اللي بغيت نقولها لكم هنا السيد رئيس الحكومه، وهو ان التفاوتات بين المكونات ديال المجتمع المغربي، كاين بعض الامور انا يمكن ماشي تقني ما كنفهمهاش. كنفتخروا بعض الخطرات باننا صدرنا 1,000,000 طن ديال المطيشه، 800,000 طن ديال كذا وكذا، وراه دخلات قدا وقدا ديال العمله الصعبه. وكنساو على ان كاينه عندنا واحد العمله صعبه اخطر من اوراق البنكيه، العمله ديال الاوراق، وهو الشارع. الشارع اخطر من هذا الشيء ديال ادخال العمله الصعبه، وخصنا نتكلفوا بهذاك الشارع. راه اليوم انا اللي من الباديه، انا قروي، كنسول الناس وكنذاكر معهم، راه صعيب انك تعيش في الظروف الراهنه اللي كتعرفها الاسعار اليوم. ولذلك انا كنظن على ان هنا اللي كاين المشكل. لا كنتو نتوما من بعد الانتخابات ولا جاو ناس اخرين، هذه القضيه هذه خصها تعطى لها اهميه قصوى. لان علاش كنقلبوا كلنا؟ كنقلبوا على الاستقرار ديال بلادنا والامن ديال المؤسسات ديال الدوله. ولذلك ندائي لكم كحكومه ولهذه القاعه ولابناء هذا الوطن، وندائي الاخير لجلاله الملك، البصله ومطيشه والبطاطا، وبلا ما نذكر المواد الاخرى، ممنوع في المغرب انها تفوت 3 دراهم. خصها تبقى هكا باش ما كان الواحد يدير المجهود ديالو. علاش؟ نحافظوا على التوازنات ديالنا، ونحافظوا على النظام الملكي ديالنا، ونحافظوا على المؤسسات ديالنا كاملين. وشكرا لكم.